حركة النهضة مستفيدة من الخروج من السلطة، ما فيش حتى شك. حركة النهضة ربما تبحث عن تطمينات، هذه أكيد وأكيد راهي وجدتها، ماهيش قاعدة تستنى في رأينا نحن. ولكن مش هذا الموضوع، معناها أنا اللي يقول معناها ما عندناش مشكلة نهضة ولا فوكس ولا غيرهم كانوا يحكموا تونس، مش قضيتنا السلطة معناها. ولكن نقول فيها الكلمة لمن دفع حركة النهضة للخروج من السلطة، راكم عطيتوه هدية معناها واضحة، تأكدوا مع الوقت عطيتوه هدية، لأنه في نهاية الأمر الحكومة اللي باش تجي باش تحسن وإن شاء الله تحسن، ولكن مش يكون معناها فما آثار بينة وجلية لكل التونسيين كانوا تحسن الأداء معناها في بضع أشهر، لأنه مهما تكون معناها مش ممكن. ساعتها كثير من التونسيين سيعتقدون ان الخطا لم يكن حركه النهضه وانما الواقع في تونس، وساعتها افدنا حركه النهضه دون ان نشعر. هذا طبعا نحكي على الاشخاص اللي حبوا يدفعوا في اخراجها، كل الاطراف اللي دفعت بدايه من باردو معناها بعد 25 جويلية اللي دفعوا في اتجاه ايقاف المسار، ثم بعد ذلك استقاله الحكومه الى اخره، والاطراف الموجوده في الحوار مع اللي في السلطه اليوم هم دفعوا في هذا الاتجاه. فنقولوا لهم تو ما عادش نجموا نرجعوا لتاني، اكيد خلي البلاد تقف على ساقها، اما للتذكير وتسجيل الموقف فقط مش المزايده، راهو اللي عملتوه راهو هذه كبيره لحركه النهضه وستتاكدون من ذلك مع الوقت. تسجيل الموقف فقط مش المزايده، راهو اللي عملتوه راهو هذه كبيره لحركه النهضه وستتاكدون من ذلك مع الوقت.